بس أنت اكتشفت فيك إنك عندك نفس القدرة دي اللي كنت معجب اتعلمتها بيها في المدرس بتاعك بتاع العربي، اتعلمتها اتعلمتها. وفي نفس الوقت لقيت جواك الشجاعة إن أنت تاخد قرار إن تقول لأ أنا مش هكمل في سكة المحاماة، وعملت البيزنس الأولاني بتاعك. والله مش لقيت جوايا الشجاعة، عشان برضو الواحد يبقى صريح، لقيت قدامي اليأس. اليأس. لان انا كنت زي ما قلت يعني قبل كده، انا كنت واصل لمرحله ان العيله مش عايزه تقعد معايا. يعني ولاد عمي ما ينفعش يقعدوا مع صلاح علشان ما يتوسخوش بفشله. وانا كنت مشاكل كتير، ومشاكلي دي كانت من الحاجات اللي اتفهمت متاخر قوي. اتفهم السبب وراها متاخر قوي. يعني مثلا هقول حاجه انا عارف ان هي المفروض ما ينفعش ابدا تتقال في كده، وما اتقالتش قبل كده خالص. انا وانا طفل صغير كنت بسرق على طول. تسرق على على طول. طول. وكان اهلي دايما عندهم علامه استفهام، انا ليه بسرق؟ انت بتسرق فلوس من البيت؟ انت طبعا الكلام ده ما فيش حد بيقول الكلام ده، بس يعني بس اكتشفت السبب بعد كده. طبعا اهلي بقى كانوا للأسف. فاكرين انت عندك كليبتومانيا، عندك جنون سرقه، احنا يا ابني مش حارمينك من حاجه، مش عارف. لما كبرت وعملت ريفليكشنز كده لورا، لقيت اني كنت بسرق عشان اشتري اصحاب. عشان تشتري صحاب. يس. يعني كنت ازاي؟ باخد الفلوس وما بشتريش حاجه لنفسي، بروح اعزم ناس في المدرسه علشان يحبوني، لان ماليش اصحاب، لان انا الشاب الجديد اللي في المدرسه. وده كان بالنسبه لي من الحاجات اللي فتحت عقلي على ان انا كنت بقى في دماغي ده انا من وانا صغير بعمل غلطات، ده انا طفل ملعون. انا خلاص، انا ربنا ما بيحبنيش وانا طفل ملعون. فلما كبرت وعرفت السبب، وعرفت السبب ده، كبرت اللي هو مش كبرت قوي، يعني مثلا عرفت وانا في كليه على طول، لقيت ان المشكله كان ليها علاقه باني اصدق في نفسي. ضيف على كده ان انا كنت ضعيف البنيه جسديا جدا. وفي المدرسه كان قبل عصر السوشيال ميديا وقبل التكنولوجي، احنا قاعدين فاضيين، ما تيجي نقوم نضرب صلاح. ما احنا قاعدين فاضيين كده. فانا فاكر ان انا في رابعه كليه، علشان اتغلب على التنمر والحاجات، بس كانش اسمه تنمر ساعتها، عشان اعرف ادافع عن نفسي، رحت العب كونغ فو عشان بقى ايه، ابقى نينجا. بعون الله 11 سنه بتضرب بس. يعني انا كسبت. انا فاكر والله اول ماتش كونغ فو او كيك بوكس اكسبه في حياتي في ثالثه كليه، انا بادئ في رابعه ابتدائي. يس. والناس تقول لي طب انت منين جبت الشجاعه؟ هي ما كانتش شجاعه، انا كنت عايز ابطل اتضرب. الموضوع بالنسبه لي كان كبير قوي يعني. ومن الحاجات اللي محوريه اللي في حياتي ان انا كنت غيرت الكوتشز اللي بتدرب معاهم. دي من المحطات الفارقه في حياتي. اعتقد دي اول مره اعرف ان انا ينفع انجح. قابلت واحد اسمه كابتن باسل الكناني، ده بطل العالم في الكيك بوكس، وواحد من اعظم من انجبت مصر في الرياضات الفرديه، بس احنا في مصر ما بنهتمش بالرياضات الفرديه. فبطل عالم، وبدا بقى يشتغل معايا على نقط الضعف اللي عندي، وبدا يعني، فانا بقى لي 11 سنه بتضرب، بخش البطوله بتضرب، لدرجه ان اهلي بطلوا يجوا معايا البطولات بقى خلاص. جماعه انا رايح بطوله. ربنا معاك. صباح الفل يا ابني، ما تقعد، الدنيا بارده، تنزل، احنا عارفين اللي فيها، ما تقعد هنا، ما تلعب باسكت، انت طويل، ما تروح تلعب باسكت. والله يعني اهلي يعني خلاص عارفوا ان ما فيش فيها مفيش رجا في امل يعني مع الاسف. الموضوع وصل بقى ان ابويا وداني العب بينج بونج. تقولي لي انا ليه متمسك بالكيك بوكس؟ مش هقول لك عشان كنت بحبه، ده عشان كان احتياج. انا بتضرب كل يوم في المدرسه، يعني عايز مره اضرب، مش هينفع كده. فانا فاكر اول ما كنتش برضو اعرف ساعتها ان دي اسمها مايند سيت. كان باسل الكناني كان نص التدريب جسدي، يعني يمسح بينا الملعب، والنص التاني بيتكلم على ان الماتشات بتتكسب من قبل ما تتلعب، اللي مصدق انه كسبان كسبان، مش عارف. باسل الكناني ربنا يا رب يكرمه ويجزيه عني خير، كان نقطة فارقة في حياتي، على الرغم من ان باسل الكناني قعد في حياتي اقل من 3 شهور، وبعد كده سافر، جه الامارات، هنا بيشتغل هنا هو في الامارات دلوقتي. لعبت اول ماتش على ايد باسل الكناني، كسبت. تقريبا كانت اول مره اكسب اي حاجه في حياتي.
يعني مم. انا لا عمري كسبت في امتحان. ده اكيد كانت لحظه يعني انا من very يوميها special في حياتك. هاتولي سلاح وعدوا الجثث بقى، انا هكسب اي حاجه. اصل انا ده كان اكبر رعب عندي، اني اواجه شخص جسديا. فمن اول لما كسبت الماتش ده انا بس كنت محتاج حد يقول لي انت، او يديني دليل ان ينفع انجح. والادله اللي في البيت مش كافيه. مهم. يعني انا ما عنديش ادله في البيت غير ان ماما وبابا بيحبوني، بس برضو انا مخيب املهم. يعني لا انا شاطر دراسيا، ولا انا بذاكر، ولا انا مؤدب، ولا انا مش عامل مشاكل في المدرسه. بلس طبعا انت عارفه الكالتشر بتاعت المقارنات، انت ليه مش زي ابن عمك وليه مش زي ابن خالتك وانا يعني الصلاة على النبي عيلتي كلها فطاحل في المذاكره. فاحنا كنا، او انا كنت مم. اقل حد في المذاكره، فما فيش اي نقطه اتفوق بيها، مفيش خالص، لا ادب ولا اخلاق ولا دراسه. فلما كسبت اعتقد ده اللي مخليني مكمل لحد النهارده. باسل الكناني. اللحظه دي اه غير فيك بقى كل المايند سيت وخلاك تشوف نفسك لاول مره في شكل تاني. من غير ما اعرف ان هي اسمها مايند سيت، عرفني ان انا ينفع اكسب. و... وحسيت ان لمبه ايماني بربنا نورت. ربنا مش ظالم، وان الموضوع ملوش علاقه بالكواليتي بتاعت سعيك. لان انا اصلا لما رحت الباسل الكناني ما كانش قرار ارادي، يعني هو حصل مشكله في مهم. النادي فزهقت فغيرت من هنا رحت هنا ما نشوف الدنيا فيها ايه. لقيت نفسي اتخذت هناك. آه هو نفسه باسل ما جاتليش الفرصه ان اقول له قد ايه هو مأثر في حياتي. اعتقد يعني هو بس هو هو بيتفرج النهارده هيقول هيكتشف قد ايه يس هو اثر في يس حياتك. يس